بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، الكوتش عبد الملك بركات. هنتكلم اليوم فني شوية وإرهاصة على مباراة منتخب مصر مع الراس الأخضر. طبعا المباراة مصيرية، مش هتطرق لأي حاجة. أنا عايز أتكلم أنا ككوتش. هنلعب اليوم بخطة 4-2-3-1. طب ايه رأيكم ما نغيرها، نخليها 4-3-3؟ طب ما نخليها 3-4-3؟ طب لا، نخليها احسن 4-4-2. انا وغيري و100 مليون مصري نقدر نتكلم في الخطط بكل المسميات. طب نقول اسماء كمان، نقول اسماء. نلعب حارس مرمى الشناوي، في اليمين عمر كمال عبد الواحد، سرد باكين حجازي محمد عبد المنعم، في الشمال محمد حمدي. خط الوسط اللي عامل قلق للدنيا كلها، نقترح حمدي فتحي، تريزيجيه، إمام عاشور. مصطفى فتحي بديل لصلاح، مصطفى محمد، مرموش. ولا ايه رأيكم نغير في خط الوسط، نخلي مروان عطية مع زيزو مع إمام عاشور؟ طب بلاش، لا نخلي حمدي فتحي وزيزو وإمام عاشور. كلها أنا وغيري و100 مليون مصري نقدر نحط الخطة، نحط التشكيل. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بيني ككوتش وبين روي فيتوريا اللي بياخد الملايين؟ الفرق في التطبيق، الفرق في التجانس، الفرق في الدراسة. قبل ما احط خطة اللعب وقبل ما اختار الاسماء بعناية في كل مركز، لازم ابص على الفريق المنافس. اول حاجة لازم ادرس الفريق المنافس، ادرسه وادرس كل لاعب فيه، السرعات، التحكم في الكرة، المرونة. ادرس الفريق ككتلة بيتحرك ازاي. انا شفت 10 دقايق او ربع ساعة من مباراة الراس الاخضر، بيعتمدوا على السرعات. الراس الاخضر ما عنده اي مشكلة 11 لعيب يكونوا تحت الكورة، لكن مجرد ما الكورة بتتقطع في اقل من 10 ثواني بيكون لاعب الكونتر اتاك ووصل لمرمى الخصم. وبالتالي انا ككوتش وكمدرب بياخد ملايين لازم ادرس الفريق المنافس. طيب الحاجة التانية، لازم ادرس امكانيات اللعيبة بتوعي. لازم اقسم المباراة على حسب المجهود والمخزون البدني والمخزون الذهني لكل لاعب عندي. كل ده على الورق. يبقى التطبيق. التطبيق هو ان لازم ادرب لاعيبتي على خطة لعب صح، على طريقة لعب صح، على اسلوب لعب صح.
هل ان انا هعمل ضغط عالي من الامام؟ هل مجهود البدني بتوع اللعيبة بتوعي يستطيعوا يعملوا الضغط العالي؟ هل ان انا العب على اكون تحت الكورة واسيب الاستحواذ للفريق المنافس واخطف هجمات مرتدة؟ كل ده لازم يكون في تدريب، في تحفيظ للعيبة. الحاجة الأهم، لازم يكون عندي بعض الجمل التكتيكية. مجرد ما أنا أستخلص الكرة من الفريق المنافس، إزاي أقدر بسرعة جدا أتحرك وأحرك اللعيبة بتوعي ما بين الخطوط علشان أقدر أجيب هدف بأسرع وقت. الحاجة المهمة جدا كمان الضربات الثابتة، الكورنر. أقدر أستغل الضربات الثابتة. عندي زيزو بيلعب ضربات ثابتة ورا أروع. مش كل مرة إن أنا أرفعها في السكس يارد أو في منطقة الجزاء. في جمل وفي فكر أحفظ اللعيبة. أنا شفت هدف كان رائع جدا، مش متذكر لمنتخب مين. الكرة اتلعبت في منتهى السلاسة، اتلعبت من الكورنر، باص للوينج، عمل اوفر رائع، دخل راس الحربة، حطها براسه ولا اروع. جملة متفق عليها، ممكن تتعمل مرة واتنين لحد ما تظبط. اللي انا عايز اقوله لكل جماهير كبسولة رياضية، ان الاعلام الرياضي مليء بأي حد بيتكلم في الكورة. الإعلام الرياضي مليء بكل من هب ودب. للأسف أنا بسمع محللين بيعيدوا اللي حصل في المباراة. فلان اتغير في الدقيقة كذا، فلان نزل، اللاعب ده اتغير. مش هو ده الكورة، ولا هو ده الكلام في الكورة. الكلام في الكورة هو ده دراسة وعلم. مدرب بدفع فيه ملايين علشان فكره، علشان يقدر يوصل اللعيبة بتوعي ال11 لاعب للمنتخب بشكل وبطريقة وبفكر وبشخصية تليق بسمعة والكرة المصرية. كل التمنيات لمصر بالفوز اليوم إن شاء الله على الراس الأخضر، ونفكر في المنافس القادم، في الأدوار القادمة اللي هي الأدوار الإقصائية، علشان نقدر نحقق حلم 110 مليون مصري بيحبوا الكورة، بيحبوا كرة القدم. أتمنى تكون رسالتي وصلت. واللي أنا عايز أأكد عليها إن روي فيتوريا لم يستعد جيدا للبطولة. روي فيتوريا لم يستطيع أن يصل بال11 لاعب للمنتخب للمستوى اللي احنا نفسنا نشوفه. نشوف فريق بيلعب كرة قدم. ممكن تهزم بس تكون عملت مباراة ولا أروع، تكون عملت فكر المدرب، قدمت كورة جميلة، قدمت التيكا تاكا، قدمت الكور العرضية، التسديد من بره. جمل. أشوف فريق المغرب أمس لعب حوالي 21 تمريرة لحد ما جاب الهدف. وهو ده التدريب، هو ده علم كرة القدم. كل متابعي كبسولة رياضية شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.